ونرجع للدواء اللي خدا فيه السيد الرئيس متسعا من الوقت. حنا جبنا لكم مجموعه نتاع القرارات في الفصل 30 من مدونة الجمارك، وقلتها واعيدها انه حنا عندنا زوج الاهداف لا ثالث لهما. الاول الدول اللي تنهبطوا له الرسوم الجمركيه لان ما عندناش، خصنا نستوردوه ونستوردوه بالشفافيه اللازمه والتنافسيه اللازمه، وخص هذاك الرسوم اللي هبطنا ينقصوا في الثمن تاع الدواء. الهدف رقم 2 كل ما هو صناعه محليه اللي كاينه متطوره او لا متوسطه او لا في بدايتها غادي نحميوها ونطلعوا الرسوم الجمركيه. هذا الشيء اللي جبنا، وبعد نقاش مستفيض ودوزنا فيه ساعات قلنا لكم ودي غادي نمشيو من هنا للقراءه الثانيه في هذه الاسابيع. الى ما كانش عندنا الوضوح التام لبلوغ هذه الاهداف ما غاديش نحتفظوا بهذاك المقترحات اللي جبنا في مشروع قانون الماليه. سيكون عندنا وضوح تام وكامل على بلوغ هذه الاهداف، دونك باش ما نحملوش الموضوع اكثر من الطاقه نتاعو. بالارقام واش الواردات اكثر من الصادرات؟ نعم، ولكن راه ما يمكنش الصناعه الدوائيه تحولها في سنه ولا في سنتين، ولا راه فيه واحد، راه هو اللي هو من بين الصناعات التي تتطلب تراكما صناعيا وعلميا وفي الابحاث الى غير ذلك. ماشي عيب، اللي عيب هو انه تكون عندنا شي صناعه دوائيه ونقتلوها بالتصدير بالاستيراد. اللي عيب هو ان يكون عندنا الدواء هنا ونمشيو نقلبوا عليه من برا. اللي عيب ايضا هو اننا نستوردوا واحد الدواء ونربحوا فيه 800% ولا 300 ولا 200.